ولا يستحي هي كل يوم حلاوة واحدة أول شيء أول شعر وعدل ترتيبة. حلو الثوب الأزرق يسمونه شنو؟ الإزدال بالمصري، يقول عنه إزدال. أحب الأزرق. صباح العسل يا ولد. أيوة شايفها شغل. أم الدنيا ملوخية جديدة بس نسوي لها مخففة من غير زيت. دلعين حمام فرس ملوخية رز أبيض وطاق. وأهم شيء إن الملوخية هذه على قولتهم شايل الوش بتاعها، يعني الزيت اللي عليها شايلة عشان تكون خفيفة على بطني الحلو. بسم الله. هاي صبحك هذا صار لي يمكن آخر مرة أكل صبحك هذا قبل سنة. اليوم حمام طاق الكوارع ملوخية. رديت متى أنا الكويت قبل أسبوع. حلو فقال حق سوسو جايبت لك مفاجأة. طبعا أنا جبت لها شنو؟ هذا اللي قاعد تشوفونه قدامكم، آيفون 14 برو ماكس أعلى جيجا. سوسو منو اللي يستاهل؟ منو اللي يستاهل يا سوسو؟ منو؟ انتي عمري سوسو، يعني صج الصديق وقت الضيق، وصج يعني شنو اقول لكم، وانا بتعبي وانا بالمستشفى وانا سوسو ده ولا حاجه، ده اقل من ادرك يا سوسو. وانت طالما انت معايا انت كده متدلعه بعنيه، مش بس في التليفونات وحاجات هلفوته كده. I love you. حلاوة التفاح تاخذونه قبل الفطور حلاوة واحدة وبعد الغداء حلاوة واحدة، أو تاخذون قبل الفطور حلاوتين اللي هو على الريج. أهم شيء إن أقل كمية تاخذونها تكون حلاوتين، إذا تبي تزيدون it's okay وعادي جدا. حلاوة التفاح حتى زين على مرضى السكر، على اللي فيهم تكيس، على اللي فيهم الغدة الدرقية، على اللي مسوين حتى افتاق. سوسو هني عندكم سوسو متى كنت مسوية العملية؟ شهر 1 يوم 1/1/2023، يعني السنة هذه شهر 1 مسوي عملية الافتاق. والحين حاليا سوسو وايد محتاجة شيء إنه تعالي السو حبيبي، إنه محتاجة شيء إنه يزيد قدرة الحرق عندها. هذه طبعا تعليمات الدكتور، فكان تقول له كان توري هذا المنتج، كان هو انصدم لأن هذا من الكويت بس ما في بمصر. هذا يعني حلاوة التفاح مو موجود بمصر أبدا، فمصدوم كان يقول لها كويس أوي ما أدري شنو. المهم إنه شنو it's good for us. ها بالعافية. هذا كله عمايل سوسو، أنا كنت مشتهيته، كان تقول لي عينيا يا أحلى شيوخة من الكويت. سوسو حبيبي بصي، شفتي الأفلام بتاعتكم لما بتدي زغروطة ما شاء الله ممتدة مصرية أصلية؟ اديني واحدة بليز. حبيبي يا سوسو. لا ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، زغروطة مصرية أصلية. لا سوسو يعني ما في شيء ما تعرف ما تسوي، كل شيء تعرف تسوي. مسويت لي هالحلو هذا، ومسويت لي حلو الفليك الطبقات، يعني صراحة سوسو انتي لقطة انتي. أنا هذا اللي ميت عليه صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تدرون يمكن آخر مرة أكلت الكيكة هذه ولا إيه ده يا سوسو؟ ها إيه ده يا سوسو؟ شوف
قسما بالله اني كنت مشتهية كيكة الطبقات هذه اللي كانوا يسووا لي اياها بالعيد، يسوون اياها بالعيد والكذي. امبي يمكن من متوسط ما اكلتها. سوسو قلبي بسم الله. مع بسكويت، هي حطت لي بسكوت اخر شيء مع فليك. قلبي يا سوسو، قلبي يا سوسو، انتي قلبي يا سوسو، انتي قلبي قسما بالنار. تدرون من متى انا مشتهية كيكة الطبقات هذه وما حد عارف يضبطها حقي بالطريقة اللي انا ابيها؟ صدق يا سوسو، تسلم ايدك بابا. قلبي انتي قلبي فعلا، ميرسي حبيبي. ناطع وانا اموت فيك حبيبي. ناطع صار لي من زمان ما حد عارف، ما حد فاهمني اصلا شنو قصدي بكيكة الطبقات، لان هذه كانوا يسوون لنا اياها، يعني كنت اكلها بالعزيمة مالتنا القديمة يوم الابتدائي، ما حد عارف يضبطها حقي. شيء خرافي. علي بألف عافية، على قولة المصريين مطرح ما يسري يمري، وهذه هي. بعد ما حطيت الماسك، شنو أقوى حلاوة شيوخة فرق معاك 180 درجة بتساقط الشعر؟ بيور جاميز. كم باقي داخله؟ شوفوا، 1 2 3 4. ليش باقي 4 بس شيوخة؟ لأن كل يوم ناخذ حلاوتين في اليوم، ما يمتنون ولا يفتحون الشهية، ونتيجتها قوية والله العظيم. من بعد الله راح تيولي تشكروني. شيوخة يعطيك العافية، الله يوفقك على المنتجات اللي فعلا نتيجتها سريعة، حتى إذا في فضيان بالشعر يسد لكم من كثر ما راح يطلع لكم شعر، لأن هو تساقط الشعر أو الشعر اللي مو موجود بالأساس، والبيوتين ينبت الشعر بسرعة صاروخية ويعدل تركيبة الشعر. ما شاء الله، عناية اهتمام. ديفا 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 ديفا، ضحكت هدتي على ديفا ديفا.